السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة خفيفة وسريعة وحلوة جدا جدا. هنعمل مع بعض الفطير بتاع الفطاطري اللي بالسكر والكاستر والسمنة واللبن. حاجة كده سهلة وبسيطة. لو عندك لفة جلاش لسه باقي عندك من رمضان ومش عارفة تعملي بيها ايه، هاتي بقى لفة الجلاش وتعالي وانا هقولك هنعمل بيها ايه. هنعمل بيها فطيرة سهلة وسريعة ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود، وطعمها بجد تحفة وأحلى من الفطاطري كمان 100 مرة. وتعالي نشوف الطريقة ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة هنبدأ بيها هنحضر الحشوة بتاعتنا. معانا هنا كوبايتين من اللبن ومعانا كاستر، تمام كده. المفروض دلوقتي أحط على كوبايتين اللبن دول معلقتين كبار من الكاستر، يعني لكل كوباية لبن معلقة كبيرة من الكاستر. هحط عليهم دلوقتي معلقتين كبار من الكاستر، وطبعا اللبن بتاعي بارد ما يبقاش سخن خالص. وهقلب كل ده على البارد، هقلبه على البارد لغاية لما احس انه اتقلب معايا خالص. وبعد كده باخده برفعه على النار بالشكل ده مع التقليب المستمر طبعا. وفي المرحلة دي مش هحط سكر خالص، بس انت لو انت حابة تحط سكر ضيفي سكر، بس انا عن نفسي مش هحط سكر لان الفطيرة دي بتتعمل بالسكر البودر. فعلشان كده انا بكتفي بالسكر البودر اللي بحطه على الفطيرة بس. رفعت الكاستر على نار متوسطة وانا بقلب تقليب مستمر بالشكل ده زي ما انتم شايفين لحد لما القوام تقل معانا، وهو ده القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه. هحط الكاستر بتاعي في طبق وهسيبه على جنب لغاية لما يبرد خالص، وهغطيه علشان ما يعملش قشرة معايا. وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه تاني. اول حاجة هحضر الصينية وعندي هنا 3 معالق كبار من السمنة، وممكن نحتاج تاني. هسيح السمنة بتاعتي دي على النار، مش هقدحها، هسيحها بس. وعندي هنا لفة من الجلاش. في الأول كده هاخد ورقتين كده من الجلاش وهطبقهم وهحطهم على جنب، هشيلهم كده. وفي الآخر أنا هقول لكم هنعمل بهم ايه، بس أهم حاجة تغطيهم علشان منشفوش منك. دهنت الصينية بتاعتي بالسمنة بالشكل ده، ويفضل انها تكون صينية كبيرة مش صغيرة. وانا جايبة هنا لفة جلاش اللي هي نص كيلو دي. في الأول كده هنبتدي ناخد ورقتين ورقتين، هحط نصها بره ونصها جوه وندهن النص اللي جوه. ونيجي قصادها كده من الناحية التانية بنفس النظام، نحط ورقتين وندهن النص اللي جوه، نص بره ونص جوه، تمام كده. وندهن النص اللي جوه اللي في الصينية بالشكل ده. وهنيجي من الجنب التاني اهو نص بره ونص جوه، والنص اللي جوه بندهنه سمنة طبعا. ادهنيه حلو يعني كل جهة ورقتين، تمام كده. لحد لما بنخلصهم كده. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة، شايفين شكلها عامل ازاي. هنخلص نص الكمية على الأساس ده. وبعد كده هنعمل ايه، بصوا كده هجيب ورقتين وهتنيهم كده وهحطهم في النص بالشكل ده وهدهنهم سمنة. عرفنا عملنا ايه دلوقتي. كل ورقتين قصادهم ورقتين بالشكل ده، جبت ورقتين واتنيتهم وحطيتهم كده في النص. وكل لما احط كده ورق لازم ادهن سمنة. وبعدين هنزل بالكاستر البارد بتاعي وهفرده كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وممكن تبلي ايدك سمنة كده وتفرديه بايدك، هيتفرد معاكي بكل سهولة. فطيرة النهاردة فطيرة جميلة جدا، وهقولك كمان على افكار حلوة قوي، بجد سهلة وبسيطة. طيب ممكن تستغنى عن الكاستر؟ ايوه ممكن تستغنى عن الكاستر وتعمليها بمهلبية. وتقدري كمان تحطي مكسرات من جوه مكان الكاستر، تمام كده. فردنا الكاستر اهو وسويناه في الصينية. بعد كده هنبتدي ان احنا ندخل الجلاش اللي بره بالشكل ده، وندهن سمنة كمان، وندخل اللي قصادها وكمان ندهن سمنة. ولو في حروف طالعة كده بره طبقيها كده عادي ودخليها، ما يهمكيش خالص، كده كده الجلاش هيطلع من ايدك زي العسل. كل واحدة بندخلها بندخل اللي قصادها بالشكل ده، بس لازم لازم اهم حاجة ندهن سمنة بين الطبقات. خلصنا كده الفطيرة ودخلنا كل الجلاش كده، تمام كده. بس الشكل كده مش حلو، هنعمل ايه، الفطيرة وشها مكرمش بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الورقتين اللي احنا شلناهم على جنب في الاول خالص، وهنبتدي ان احنا نفردهم كده على صينية الجلاش بالشكل ده. وهنجيب الاطراف ونرفع الفطيرة من الصينية من تحت وندخل الورق كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بالراحة خالص هتطلع معاكي مظبوطة 100% بمنتهى السهولة. خطوات سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين كده.
هندخلها تحت بالراحة كده، شيلي الجلاش ودخلي الورقتين كده بالراحة، وحاولي ان انت ما تقطعهوش. الله بجد على الجمال. ولو حاجة مكشكشة او مقطعة ما يهمكيش، اهم حاجة شيلي الورقتين دول في الاخر علشان نعمل بيهم كده. وهدهن سمنة حلوة كده من على الوش بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا احنا مشغلين الفرن دلوقتي، وهحط الصينية بتاعتي دي في الفرن في النص على درجة حرارة 200. بتشغلي عليها من تحت بس، وبعدين اول ما تتحمر كده من الحواف تشغلي لها الشواية علشان الوش يتحمر بالشكل ده. الله بجد على الجمال. واول ما بتطلع معايا من الفرن وهي سخنة كده، اول حاجة بقطعها، وبعد كده بنزل عليها بكوباية من اللبن الدافي بالشكل ده، وهديها رشة من السكر البودر، وهسقيها لبن كمان علشان تتشرب السكر بالشكل ده. الله بجد على الجمال، بجد الطعم حكاية. بسقيها لبن كده علشان تتشرب السكر، وبديها كمان رشة من السكر البودر كمان. الله بجد على الجمال. بتتباع غالية، طب ليه يعني بتتباع غالية ليه؟ مع ان احنا ممكن نعملها في البيت بأقل سعر من بره بكتير بكتير. طعمها تحفة. اعمليها بقى جنب كوباية شاي بلبن، حاجة ساقعة شغالة، جالك ضيوف برضو شغالة، تحفة بجد. مفيش احلى ولا اجمل من كده. ضفت عليها بقى شوية اللبن كده في الآخر، وعندك بقى مكسرات حابة تضيفي بقى عليها أي مكسرات عندك الموجود حطيه، جوز هند، زبيب، فول سوداني، أي حاجة. حابة تسيبيها كده من غير مكسرات ممكن برضو تسيبيها من غير مكسرات، برضو بتبقى جميلة. وعلى فكرة الفطيرة دي أنا عملتها عندي قبل كده على القناة، بس كنت عاملاها بطريقة مختلفة كده شوية. كنت عاملة لها خلطة بدهن بيها الفطيرة بدل السمنة. وتعالوا بقى نقطعها ونشوفها مع بعض. شايفين جمالها؟ ايه الجمال ده كله. بصوا بقى الحشوة من جوه عاملة ازاي، جميلة جدا جدا. اوعى تكوني نسيتي تحطي اللايك، واعملي اشتراك عندي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. بسرعة بسرعة ادخلي اعملي اشتراك. وانا كده خلاص خلصت الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.